الرياضة أخلاق، الرياضة احترام. اتعلمنا كده في مشوارنا مع النادي الأهلي خلال 12 سنة إن أنت تحترم رموزك، تحترم الكبار، تحترم الصغير، تحقق إنجازات في صمت، بعيد إن أنت تتطرق لخلافات شخصية وأساليب دنيئة وأساليب رخيصة. ده مش مبدأنا ولا دي سلوكنا ولا ده عمره هيبقى اخلاقنا اللي احنا نتعامل مع رموز بالشكل ده اللي حضراتكم شفتوه الاسبوع اللي فات. ده نوع من انواع الفتنه، نوع من انواع عدم الاحترام، نوع من انواع السلوك السيء. عمرنا ما هنتجر للاساليب دي، صدقوني. اتعلمنا خلال مشوارنا ان انت تحترم كل الناس، اتعلمنا ان انت تحترم كل منافسينك، ان انت تشتغل في صمت، تحقق، تنجز. دي البدايه اللي انا عايز اقولها. كمان الكلام اللي انا عايز اقوله كلام كتير. بصراحه ناس اتكلمت معانا لا تردوا على الكلام دوت، لا ما تردوش، واحنا ايدينا مش مرتعشه ولا الحمد لله بنخاف. اللي بيخاف اللي هو دايما في موقف الضعيف، اللي هو يبقى مسنود على حاجات مش محترمه واساليب غريبه وكلام غريب. صدقوني انا هقول لكم كلمه من قلبي، الكلمه دي اتعلمناها خلال 12 سنه، كان كلهم انجازات، كان كلهم بطولات، كان كلهم تاريخ محترم. اتعلمنا النادي الاهلي صاحب فضل علينا كبير جدا برموزه، بجماهيره، بكل مشجعيه، بمحبينه في كل مكان. اتعلمنا ان انت تحترم كل الناس، ان انت ما ينفعش ان انت تهين حد. فعشان كده هقول كلمه والله العظيم من كل قلبي لحضراتكم، لكل جماهير مصر، مش لجماهير النادي الاهلي بس، اللي احنا مستحيل اللي احنا نمشي في الطريق ده. ودايما كنا بنعترض على الاعلام اللي ده يدخل الجماهير في مشاكل ويدخل الجماهير في جمله من هنا وجمله من هناك. الناس مالهاش ذنب في البيوت اللي هي تسمع الصوت الغريب والصوت اللي مش محترم والصوت العالي، لكن ده مش ضعف مننا. احنا اقوياء، اقوياء ببطولاتنا، اقوياء بانجازاتنا، اقوياء بحب جماهيرنا. هدخل في الموضوع اكتر. احنا عارفين ان انواع الارهاب كتير، بنشوف جيشنا مستهدف، بنشوف شرطتنا مستهدفه، بنشوف انواع ارهاب كتير جدا. في نوع من انواع الارهاب اللي جديد علينا وبنشوفه خلال الشهور الاخيره، اللي انت تاذي الناس في البيوت، اللي انت تهاجم رموز، اللي انت تهاجم النجوم، اللي انت تهاجم كل السياسيين، اللي انت تهاجم وزير الشرطه، وزير الداخليه، اللي انت تهاجم ناس في الجيش، اللي انت تهاجم كل الناس. احنا دولة قانون، احنا دولة محترمة، عايزين نبني بلدنا باحترام، عايزين نبني بلدنا باخلاق، عايزين نبني بلدنا بالحب كلنا ما بيننا وما بين بعض. مش عايزين نتكلم في كلام فارغ وكلام لا يليق. عشان كده هقول كلمة من كل قلبي لحضراتكم. انا زوجتي وابني وبنتي فدا للنادي الاهلي، عشان الاهلي علمنا الانتماء، الاهلي فتح بيوتنا، النادي الاهلي خلى الناس كلها تعرفنا، نحترم رموزنا من اصغر واحد عم حارس لغايه رئيس النادي الاهلي. عشان بنتكلم عن رئيس النادي الاهلي في جالنا تهديدات وكلام فارغ، لكن ما بنتهزش. وزي ما قلت لكم نوع من انواع الارهاب اللي لسانك يبقى مش كويس، ان انت تاذي الناس في البيوت، ده ارهاب. طبعا ارهاب. فكان في الاسبوع اللي فات كلام محترم وفيديو لازم حضراتكم تشوفوه، نروح نشوفه وارجع اكمل مع حضراتكم ان شاء الله. انا شايف انه ما يبذل من مجهود الحقيقه بحيي فيه مجالس الاداره السابقه طبعا زي ما قلنا، اللي ساهمت، وزي ما كان شعارنا الحمد لله اللي صدق في تتواصل الاجيال واستمر العطاء. ونتمنى ان يستمر عطائنا بنفس القدره والقوه بتاعت المجالس السابقه اللي قدرت تعمل هذا الانجاز زي ما ابتدينا بمدينه نصر، والنهارده بنخش في الشيخ زايد في 6 اكتوبر. الحقيقه طبعا المشاعر فياضه والواحد سعيد جدا، وكان لينا الشرف في هذا المجلس ان احنا اللي نفتح هذا الموضوع. كان من ضمن الكلام اللي قاله الباشمهندس محمود طاهر اللي كابتن او المايسترو صالح سليم جاب الارض سنه 2000، والكابتن حسن حمدي جاب يعني حط حجر الاساس 2004، وانا جاي بفتتح النهارده. ايه الادب؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه المبادئ دي؟ ازاي
الرموز تكرم حتى لو هو مش موجود على الكرسي وحتى لو هو مات. انا بحييك وحييتك ساعتها وبحييك تاني، وكل المسانده وكل الدعم لحضرتك وكل اصغر ناشئ داخل النادي الاهلي. هندعم هنا لان احنا قناه خاصه مش قناه منوعات، نشتغل على الناس زي ما هي عايزه. هندافع عن كل الناس باحترام وبادب ومبادئنا اللي احنا اتربينا عليها. كمان بصوا على الجانب الثاني، رؤساء انديه ما بيدخلوش ناديهم، رؤساء انديه بينتموا لكيانات كبيره ومش عارفين يدخلوا انديتهم، عشان كده الفرق كبير قوي. فرق مبادئ محتاجه سنين ناس تتعلمها، مش هننجر زي ما قلت لحضراتكم. انا عايز اسال حضراتكم سؤال، واتمنى كان نفسي الناس كلها تجاوبني في اللحظه اللي انا هتكلم فيها دي. في ناس بنت بطولاتها وانجازاتها بالعرق والجهد، والناس عرفتها من خلال مجهودها، والناس عرفتها من خلال شغلها على الارض، سواء سياسيين، رياضيين، مثقفين، كل الناس. في ناس عرقت ابتدت تبقى مشهوره من خلال عرقها وتعبها ومجهودها، لكن في ناس بقت مشهوره بلسانها اللي بيطلع كلام سيء، بيطلع كلام غير محترم. عشان كده بنتكلم النهارده واحنا اقوياء بجماهيرنا بعد ربنا سبحانه وتعالى. بنتكلم واحنا عمرنا ما هنبقى ضعاف، لان العرض والشرف وبيتك وولادك وناديك. انا هكرر الكلمه دي تاني للي عايز يفهم، وده الانتماء اللي علمه لنا كمان النادي الاهلي، وده الوفاء اللي علمه لنا النادي الاهلي لزوجتك، وده للناس المخلصين، الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي بجد، الناس اللي بتقف في ظهر النادي الاهلي بجد. زوجتك وبنتك واسرتك وابوك وامك وكل الناس تبقى فدا للنادي الاهلي، عشان النادي ده خيره علينا، فما ينفعش ان احنا نتخلى عنه عشان صوت عالي هنا ولا هناك. وكمان حاجه اخيره عايز اقولها، انا اسف ان انا طولت على حضراتكم، بس كان مهم جدا ان الناس تعرف ان احنا اقوياء. مش هنكمل في الطريق ده، مبادئنا في النادي الاهلي علمتنا ان انت لما تختلف باحترام وتحترم كل الناس، لكن مش هنجر اللي احنا قصه اعراض او كلام فارغ او ان انت تقلل من الناس او تقزم من رموز. لا، الرموز كلها في مصر في كل الانديه ليها احترامها وعلى راسنا من فوق. كل جماهير مصر على راسنا من فوق، كل ما هو اهلاوي، اتحداوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، محلاوي، كل الناس، مشجع المنصوره الدرجه الثانيه، كل الناس بنحترمها عشان احنا اتعلمنا كده من رموزنا المحترمين المخلصين اللي علمونا ننجح في صمت وننجح بادب وننجح باخلاق عاليه. مش هننجر تاني بالكلام ده، بس احنا حبينا نرد النهارده، نرد بشكل محترم. وبعلم يعني حاجه اخيره عايز اقولها، انا متاسف. الاعلام دورك محترم، مش دور الاعلام اللي انت تبقى سايبها مداح الناس تتكلم على بيوت الناس، والناس تتكلم على رموز، والناس تتكلم على نجوم، والناس تتكلم برطعه زي ما هي عايزه تقعد تهين الناس. فلينا عتاب، ولكن ان شاء الله اعلامنا هنا اعلام هادف، اعلام محترم، اعلام يليق باسم وكيان وجماهير النادي الاهلي. حاجه اخيره واخر مره، معلش بكرر بقول حاجه اخيره لان بكلمكم كلمه من قلبي، كلمه طالعه من القلب، ولا فكرت هقول ايه ولا جهزت هقول ايه. انا قلت هطلع على الهوا واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني هيجي جوايا هقوله بما يرضي الله، عشان بيتي يبقى راضي عني، عشان قناتي تبقى راضيه عني، عشان ابويا الله يرحمه في مكانه يبقى راضي عني، عشان والدتي، عشان جماهيري، عشان كل الناس. احنا قوتنا في ربنا سبحانه وتعالى، وقوتنا في جماهيرنا، قوتنا في مجلس ادارتنا، قوتنا كمان في رئيس قناتنا اللي احنا ناس محترمه، عملنا تاريخ محترم، عملنا كل ما هو محترم عشان نرفع اسم بلدنا واسم نادينا. لكن للاسف خايف في الاخر ينتصر الصوت العالي، او مش خايف لان انا ما بخافش. في الاول عندي عقيده شخصيه، ودايما بكلم حضراتكم في كل يوم في برنامجي، اتعلمنا كده من كل الكبار اللي حوالينا. ما انت لازم عشان تبتدي تتكلم في حاجه او تناقش حاجه مهمه تناقش اللي اكبر منك. فاللي اكبر منك اللي احنا بنستفيد منهم قالوا لي كلمه محترمه جدا بكررها في برنامجي دايما: الصوت العالي والمشاكل وبتاع بتبقى صوتها عالي لوقت صغير، لكن في الاخر بينتصر الاخلاق والاحترام والمبادئ، هو ده اللي بينتصر. نطلع فاصل سريع وارجع لحضرتك.